اتفرجي وقولي لي ايه رايك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لا، قولي. ما شاء الله، تسلم ايدك. يعني انا مش مصدقه لغايه دلوقتي ان الصينيه دي كلها اه بصدر فراخ. يا شيخ. اه لا ما والله. شاء الله. ما شاء بصي الله، صدر تسلم فرخه ايدك عملنا منه بجد. وليم، عملنا ما شاء الله الله اكبر. عملنا منه وليم. بس بصوا حاجه زي العسل. انت شوفوا بقى صدر الفرخه ده احنا عملنا بيه ايه. ديسلايك ديسلايك. شوفوا احنا عملنا ايه بصدر الفرخه ده وكان معمول ازاي اصلا، فاهمين؟ انا عايزاكم تقولوا لي رايكم في ايه ورايكم في الصينيه الجميله الموحوحه دي. ولسه بقيه الاشياء بقى، ثانيه واحده وراكم بقيه الاشياء. بسم الله. اللي اقول يا ماما، قولي يا حبيبه قلبي. يعني انت كنت تعبانه ومش عارفه ايه برأيك الحلاوه دي. يعني ما التعبان بقيت بخشي، التعبان ما ياكلش. لا بص لا بقى. بس عين عليكي بارده، يعني عين يا عليكي شيخ بارده. بصوا بقى. يعني التعبان يا جماعه مش لازم نطلع بقى فرعونات يعني. وانا ما بتعبش، اي نعم انا كيوتايه وجميله واموره وعسليه وكل الصفات الحلوه الجميله. الحمد لله الحمد لله. بصوا عشان ما احسدش نفسي بقى، شكلي انا حاسه نفسي على فكره. مش معنى ان انا جميله كده وعسليه وكل حاجه حلوه كده اكيد ان طبعا. انا ما اتعبش يعني وانا فرعون مثلا. لا لا لازم يا أنا رب. اتعب يعني. الحمد لله. ادعوا لي بقى بالشفاء، ربنا يشفيني يا رب، يا اللهم رب، امين. اللهم امين. تعالوا بقى شوفوا الرز الجميل الحلو ده. بصوا بقى، اللهم صل على النبي اللهم بارك. الولد محمد ابن سايب عليا بصراحه. نفسيته وحشه قوي عشان انا تعبانه، وكل ما اكلمه وناكل ايه يا محمد يقول لي اعملي اي حاجه. اللي كان يقعد بقى يتنطط وتنزح علينا واعمل لنا موال الكلام ده كله يعني. فقلت لا والله لا، اقوم كده الشطه كده واحوش بقى، احوش الغطا كده بقى، واقوم بقى الشطه واخليه بنت كيوتاه كده وجميله، واقوم اعمل له اكل حلو بصدر فرخ. وليمه بقى بصدر فرخ هننظار النهارده. صليتوا على النبي. لازم قلت لازم والله العظيم نعمل له اكله حلوه جميله كده بالصلاه على النبي. حاجه تفتح النفس. شايفين صينيه البطاطس دي؟ خدي كده يا ابني افرجيهم. شايفين الرز الاول؟ رز بلسان العصفور. ما كانش عندي شعريه، قلت اشغلها بقى، اشغل دماغي يعني واعمل رز بلسان العصفور كده وهي كله يعدي يعني. ده صدر الفرخه اللهم بارك اللهم بارك. عايزه اوريكم الجمال بقى. ده الجزر. كان عندي بطاطسايه واحده، بطاطسايه واحده يا امل. ايوه بطاطسيتين اتنين. يلا اهم دول بطاطسيتين اتنين. بسم الله ما شاء الله. وعملت معاهم الجزر العسل ده. شايفين الجمال؟ الجزريه برضو واحده. وعاوزه اوريكم الفراخ عامله ازاي. شايفين الفراخ؟ شايفين الفراخ؟ شايفين الجمال؟ شايفين العسل؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. شايفين الفراخ؟ شايفين ده صدر الفرخه طرنشات يا جماعه. شايفين الحلاوه دي؟ اقسم بالله طبق يجنن. شايفين؟ بصي بقى شوفي ده. بصوا وهم. انا عايزاكم تتابعوا الطريقه دي. والله العظيم كانت ريحتها اللهم بارك قلب العماره كلها، قلب الشارع. بصوا حاجات كده عسل عسل يعني عسل. لا ما هو الولد ما يكونش في الشغل وجاي هبطان وتعبان، وانا هسوق المعكر عليه بقى وعيانه الكلام ده ايه يعني؟ عيانه ايه يعني؟ العيان ده مش هيخف ولا ايه؟ لا نقوم من الشان اليخت انت وهي وتعالي نعمل الاكله الجميله العسل دي. شايفين البطاطس شكلها عسل ازاي؟ اللهم بارك. شايف الفرخه؟ شايف حته الفرخه عامله ازاي؟ دي صدر فرخه والله، صدر فرخه انا عاملاه قدامكم. اقسم بالله صدر فرخه، صدر واحد بس. الفرخه دي كانت كيلو ونص تقريبا. بسم الله ما شاء الله. خشي على الجمال كده، شوفوا الرز عامل ازاي. شايفه الرز؟ شايفه الرز وجماله وفرفرته وعسل. صدر الفرخه والبطاطسايه فشه. بصي تدخلي هنا كده على البطاطسايه كده اللهم بارك. شايفه البطاطسايه؟ شايفه البطاطسايه مستويه كده وجميله وعسوله كده وشكلها يفتح النفس ازاي. والجزر كده ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الجزر ده بقى ايه؟ بصوا شايفينها مستويه ازاي؟ الجزريه مستويه قدامكم ازاي وعامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. تابعوا الفيديو اشوف انا هقول لكم ايه. في حاجات كتيره كده عايزه اقول لكم عليها وكلام مهم عايزه اوريه لكم، والفيديو ده معمول ازاي، وفي حاجات كتير كده لازم تعرفوها. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب قلبك كتير، ما صلى على رسول الله. بصوا بقى، انا قاعده محتاره اطبخ ايه واعمل ايه. طبعا انتوا كنتوا عارفين او مش عارفين، مش عارفه. انا كنت تعبانه قوي الايام اللي فاتت دي. تمام. من اسبوع تقريبا يعني. من اسبوع كده. المهم الولد محمد ابني ماشي مزاجه زي الزفت. احنا بناكل كل يوم على ذوقه بقى. هناكل ايه يا محمد النهارده؟ اعمله كذا. هناكل ايه يا محمد النهارده؟ اعمله كذا كده يعني. المهم النهارده بقول له هناكل ايه يا محمد؟ اعمل لك على الاكل. قال لي اعملي تعملي يعني مزاج وحش كده يعني. فقلت انا عندي صدر فرخه، امي يا بنتي دلعيهم وشهيصيهم واعملهم احلى وليمه بصدر الفرخه ده. صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي وصل لحد هنا يا جماعه صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما اغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي الى صراط المستقيم، وعلى الحق قدره مقدار عظيم. اظن طبعا صوتي لسه تعبان على فكره، بس يلا مش مشكله. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت بقى الطاسه بتاعتي كده، الصينيه بتاعتي، وحطيت فيها معلقه سمنه وشويه زيت قدهم تقريبا،
ورحت نازله اهم حاجه البصل اللي بيخلي الاكله بتاعتي مسكره، البصل. حطيت بصلتين كبار كده، خرطتهم طرنشات او جوانح زي ما انتوا عايزين، وقرن فلفل سبايسي كده حامي كده جميل، وقرن فلفل بارد احمر، ورحت حطاهم كده في ايه، في الصينيه يعني. طيب جيت على الحله بقى بتاعت الرز كده. طبعا كل مره نقعد نعمل لسان عصفور لسان عصفور بتاع شعريه، لا، كان عندي شويه لسان عصفور، رحت رايحه نازله معايا السمنه وشويه زيت زيهم صغيرين برضو، وقمت حاطه لسان العصفور بتاعي ومشوحاه. تمام كده، تمام كده، صلى على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كنت غاسله الرز بتاعي ومصفياه وزي الفل وجميل اهو ما شاء الله، اللهم بارك. ازيكم يا حبايبي، اعملوا لايك. ما تنسوش يا جماعه تعملوا اللايك. رحت رايحه حاطه بقى ايه شويه الرز المغسولين الحلوين فوق لسان العصفور، ومقلبهم كويس قوي، طبعا اتغلفهم بالزيت والسمنه بتاعتي عشان يبقى الرز بتاعي مفرفر كده وجميل. خلاص كده، خلاص كده، حطيت له الملح بتاعه وظبطت الميه بتاعته القعد بتاعه يعني، ورحت مغطيه عليه وسبته مع نفسه بقى. طيب تعالوا هنا بقى اما نروح نشوف الفراخ بتاعتنا دي حكايتها ايه ونظامها ايه، بصدر الفرخه اللي هنعمل عليه وليمه دي يا امل. طب يلا يا اختي ورينا شملتك ورينا شطارتك هتعملي ايه. طيب جينا هنا بعد ما عملت البصل، اهم حاجه الاكله بتاعتنا دي اللي بيسكرها البصل. كتر البصل بتاعها، عملت فيها بصلتين كبار حلوين، ورحت مقطعه الصدر بتاع الفرخه زي ما انتم شايفين كده تقطيع جميل كده بعد ما اتغسل بالملح والليمون والخل. طيب ورحت نازله تشويح في البصل لغايه لما اتكرمل كده وبقى جميل شكله حلو. وبعدين نزلت بالبطاطس والجزر بتاعي اللي عندي، كانوا بطاطسيتين كده وجزريه حلوه، قلت يلا يا بت هنعمل منهم صينيه واكله هتبقى زي الفل ان شاء الله. طيب بعدين حطيت الفلفل الاخضر بتاعي والفلفل الحامي اللي هو الرومي، ورحت نازله بيهم ومقلبهم تقليبه كويسه قوي، وحطيت البهارات بتاعتي اللي هي ايه بهارات فراخ. طبعا عامله عندي حبه بهارات حلوين اللي هو الفلفل الاسمر، بابريكا، كباب صيني، كمون، كزبره، كل البهارات الحلوه والقرفه وكل حاجه يا جماعه انتوا متخيلينها حطاها في قلب البهارات دي. طيب وطبعا انا عاملاها محمصاها على ايدي وعاملاها، وحطيت بقى عود قرفه حلو كده صحيح، وحطيت شويه ورق لوري، وحطيت ليمونه كده مجففه اللي انتوا شفتوها دي، وقلبت الفراخ بقى بالبطاطس بالحاجات دي. كان عندي شويه صلصه كده في الفريزر قيمه كرنيب، قلت يلا مش خساره هنعمله لان ما كانش عندي فيه طماطم، رحت حاطه كرنيب الصلصه فوق الحاجات الجميله دي. وهنعمل وليمه طبعا، لازم نعمل اكله حلوه نراضي محمد بيه ونخلي مزاجه حلو. هو زعلان عشاني، هسيبه زعلان عشاني؟ لا طبعا، لازم يبقى مزاجه حلو. ويا جماعه ولا يسيبونا الا ما كتب الله لنا. اللي جت لحد دلوقتي تحط اللايك، ما تنسوش اللايك يا جماعه، ما تنسوش تشجعوني، ما تنسوش تدعموا الفيديو علشان الفيديو يتشاف. واشوفكم ان شاء الله ان شاء الله. شايفين الرز بتاعي مفرفر وجميل ازاي، غيرنا عن الشعريه وعملنا لسان عصفور طعمها جميل ونفس الخامه. مع الف سلامه.